دينا يوم جديد وصباح رياضة جديد، أول حلقة في السنة الجديدة 2026. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب سنة سعيدة علينا جميعا يا رب وعلى بلدنا. النهاردة طبعا كالمعتاد هنبدأ معاكم بفقرة أخبارنا، بعدها فقرتين حواريتين. أكيد النهاردة الكلام كله عن منتخب مصر أو عن كرة القدم كمان بشكل عام. منتخب مصر بيستعد بقى للقاء الدور ال16 أمام بنين يوم الاثنين القادم، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. النهارده في فقرتنا الاولى هينورنا الاستاذ محمد الجرحي الناقد الصحفي بجريده الميدان، والفقره الحواريه الثانيه هينورنا كابتن جمال سالم لاعب المقاولين العرب السابق. خلينا قبل ما نقول اخبارنا وجوله اخبارنا، خلينا نروح للاجنده ونرجع مره ثانيه. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. نبدا معاكم جوله اخبارنا، وطبعا هنبدا باخبار منتخب مصر. ويمكن اللي متابع اخبار المنتخب او كواليس المنتخب شفنا الصور اللي منزلينها لاعبين كتير الحقيقه من المنتخب، ويمكن خاصه محمد صلاح لكل اللي متابع السوشيال ميديا بتاعته، وصورهم اول امبارح بقى وجولاتهم في المغرب. وكان يوم راحه كده بعد انتهاء دور المجموعات واخر لقاء طبعا امام انجولا. نتمنى لهم التوفيق. امبارح كان في برضو يعني تمرين للمنتخب، ويمكن ده اللي هنقوله فيه خلال الخبر، انه بدأ منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة كابتن حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة بنين يوم 5 يناير المقبل يوم الاثنين الجاي في مباراة دور ال16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وشهد ميران أمس المسائي تدريبات بدنية وبعدها جمل فنية وتقسيمة في نهاية الميران. بيلتقي منتخب مصر مع بنين الساعة 6 مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب أضرار في مدينة أغادير المغربية، بعد ما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية. طبعا معروف ان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، بعدها الفوز على جنوب افريقيا بهدف نظيف، واخيرا التعادل السلبي مع انجولا في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بجدارة برصيد 7 نقاط. طبعا يضرب موعد مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف. وكان في تصريحات لنبيل الطرابلسي مدرب مساعد منتخب بنين اللي شدد جدا على صعوبة اللقاء أمام منتخب مصر، وقال إن هو طبعا عارف إنه لقاء صعب، ولكن يعني منتخب بنين متحضر جامد جدا لهذا اللقاء. يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر، واعتقد انه حتى التصريحات دي يعني نوع من انواع يعني تحفيز لاعيبته الحقيقه، انه يعني المباراه صعبه امام منتخب مصر ولكن احنا مستعدين ليها. قدامنا مواجهات الدور ال16 يوم السبت هتبدا مواجهات الدور ال16
السنغال أمام السودان الساعة 6، وتونس أمام مالي الساعة 9 مساء. يوم الأحد 4 يناير المغرب أمام تنزانيا، جنوب أفريقيا أمام الكاميرون. المغرب وتنزانيا الساعة 6، جنوب أفريقيا والكاميرون الساعة 9. يوم الاثنين لقاء مصر وبنين الساعة 6، ونيجيريا وموزمبيق الساعة 9 مساء. وأخيرا يوم الثلاث 6 يناير الجزائر أمام الكونغو الساعة 6، وبوركينا فاسو أمام كوت ديفوار. نكمل كلامنا الحقيقة، ويعني أخبارنا عن كأس الأمم الإفريقية، والجزائر بتحقق العلامة الكاملة في أفريقيا بثلاثية ضد غينيا الاستوائية. ومش بس الجزائر الحقيقة اللي أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ولكن نيجيريا كمان أنهت بالعلامة الكاملة في دور المجموعات. حقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة في مرحلة مجموعات كأس أفريقيا بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية ب3 أهداف مقابل هدف. وبيتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وبوركينا فاسو برصيد 6 نقاط، وبعده بيجي السودان ب3 نقاط، وأخيرا غينيا الاستوائية بدون رصيد من النقاط. دي قدامنا ترتيب مجموعة الجزائر. زي ما شايفين الجزائر علامة كاملة بتتصدر مجموعتها ب9 نقاط، بوركينا فاسو ب6 في المركز الثاني، السودان المركز الثالث ب3 نقاط، وأخيرا غينيا الاستوائية بدون رصيد. منتخب السودان بيخسر أمام بوركينا فاسو بثنائية، ويواجه السنغال في الدور ال16. بيخسر منتخب السودان 2-0 أمام بوركينا فاسو في المباراة اللي جمعتهم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء في ختام مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أفريقيا اللي بتستمر حتى يوم 18 يناير. بهذه النتيجة بيحتل منتخب السودان المركز الثالث في المجموعة الخامسة ب3 نقاط زي ما شفنا في الجدول، وبيتأهل لمواجهة السنغال يوم السبت القادم 3 يناير في الدور ال16 بعد ما حجز مكانه كأفضل توالد في البطولة. وبوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. وفي مباريات أخرى لنفس الدور جاءت النتائج كتالي. الجولة الثالثة من دور المجموعات كوت ديفوار فاز على الجابون 3-2. كمان حقق منتخب الكاميرون فوز صعب على موزمبيق بهدفين مقابل هدف. مواعيد المواجهات قلناها خلاص، شفناها على الشاشة. نروح بقى لأخبارنا المحلية. سيراميكا كليوباترا بيفوز على فاركو بثنائية في كأس عاصمة مصر. حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوز مهم على فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم مساء أمس على استاد المقاولين العرب ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر. كمان حقق فريق بتروجيت فوز مستحق على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 خلال منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر. وكمان فاز فريق زد على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة اللي جمعتهم على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر. نروح لأخبار الزمالك اللي بيقبل اعتذار كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني وبيكلف دونجا بقيادة الفريق. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه مع توجيه الشكر له على الفترة اللي قضاها مع الفريق. وكلف مجلس الإدارة تامر عبد الحميد دونجا نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وبيعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقرر ليه اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر. طبعا الأيام اللي فاتت اتذكر أسماء كتير إنها تتولى المسؤولية والإدارة الفنية لنادي الزمالك، ويمكن أبرزهم كان كابتن طارق مصطفى، والكلام برضو اللي اتقال أو التصريحات اللي طلعت إنه في اعتراض من جون إدوارد على كابتن طارق مصطفى لأنه يعني كابتن طارق عايز يجي بجهازه الفني وهو اللي يكون مختاره. جون إدوارد المدير الرياضي بيقول لا احنا عندنا الجهاز الفني مش عايزين ان هو يتغير، مش عايزين اسماء تتغير في هذا الجهاز، وانه بس المدير الفني هو اللي يجي ويشتغل مع هذا الجهاز. واعتقد الكلام ده رفضه كابتن طارق مصطفى. فالايام اللي جايه ان شاء الله يعني هيبان مين المدير الفني الجديد للنادي الزمالك.
نروح لأخبار الأهلي وراحة سلبية لمدة 4 أيام ويستأنف تدريباته يوم الأحد القادم. قرر الدنماركي ياس تورب المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 4 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر يوم 10 يناير. وخسر شباب الأهلي من المقاولين العرب 3-0 يوم الثلاث الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كاس عاصمة مصر. بيستأنف فريق كرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية يوم 4 يناير ضمن التحضير لكاس العاصمة، ومن بعدها التحضير لمواجهة يونج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكمان يمكن الأخبار المتداولة حاليا أنه ياس تورب بعد الخروج من كاس مصر بيقول أنه عايز يعرض كل الشباب الموجودين في الفريق الأول للنادي الأهلي للإعارة، يعني طبعا لاكتساب الخبرات. وشفنا يعني فكرة أنه خروج النادي الأهلي من كاس مصر كانت أكيد صدمة. في اللي بيقول أنه طبعا الفريق مش بكامل عدده فبالتالي ده ممكن وارد يحصل. في آراء تانية بتقول أنه لا، طب ما في أصحاب الخبرات موجودين في صفوف النادي الأهلي، ما كانش المفروض ده اللي يحصل. فيعني طبعا مش هنقدر ان احنا نحكم على اداء النادي الاهلي في الظروف اللي احنا فيها مع كاس الامم الافريقيه وان هو مش بكامل عدده الحقيقه وكامل لاعيبته. فبالتالي كان قرار ياس تورب انه يعرض كل شباب الفريق الاول للاعاره. في سياق متصل بيعكف الجهاز الاداري بالنادي الاهلي على انهاء اجراءات السفر البعثه إلى تنزانيا وبعدها إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني يوم 23 يناير المقبل، وبعدها شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر ليها يوم 6 فبراير. نروح لأخبار الإسماعيلي وأربع قضايا أمام الإسماعيلي لرفع إيقاف القيد. استكمل النادي الإسماعيلي خطواته الجادة نحو فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تقليص عدد القضايا المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى 4 قضايا فقط. تتبقى قضية واحدة تأديبية أوشكت على الانتهاء، حيث من المنتظر رفعها من موقع الفيفا اليوم مع بداية شهر يناير، إلى جانب 3 قضايا أخرى تخص كل من محمد بن خماسة وجان موريل ولامين كونيه. ونجح الإسماعيلي في إنهاء قضية المدرب المساعد لجاريدو اللي تم تحويل مستحقاته وإنهاء الأزمة بشكل نهائي وحذفها من قبل الاتحاد الدولي الفيفا. كما أرسل مجلس الإدارة مستحقات الإيفواري لامين كونيه بجانب الاتفاق مع جان موريل على إرسال 300 ألف دولار وتقسيط ال 150 ألف دولار المتبقية، وبيتبقى فقط الجزائري محمد بن خماسة. وكان النادي الإسماعيلي أعلن عبر حسابه الرسمي انتهاء قضية كارميلو بشكل نهائي بعد تسوية مستحقاته وتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على إغلاق القضية ورفعها من سجلات القضايا الخاصة بالنادي. طبعا معروف انه يعني كان في وقف قيد للنادي الإسماعيلي يعني فترات طويلة، اعتقد اخر حاجة كانت يمكن 3 سنين، واحد من كتر ما كل شوية بيبقى في خبر على وقف القيد للإسماعيلي ما بقيناش مركزين في الأرقام الحقيقة. ولكن نتمنى ان شاء الله انه يحل المشكلة دي، لأنه النادي الإسماعيلي بالوضع اللي هو فيه والموقف اللي هو فيه أكيد لا يحسد عليه، لأنه مش قادر يجيب لعيبة جدد، لعيبة بتسيب الفريق. وضعه طبعا في الدوري الممتاز مش أحسن حاجة. فنتمنى إن شاء الله أنه فعلا على شهر يناير ده ومع الانتقالات الشتوية بإذن الله يكون حالل كل مشاكله المادية والأخلاقية الحقيقة. يعني يمكن في الخبر بيتقال أنه في قضية تأديبية، وأعتقد القضية التأديبية دي كان وقف قيد للنادي الإسماعيلي لتعامله أو طريقة تعامله مع المدربين اللي بيجوا معاه. فيعني نتمنى ان شاء الله الشهر ده يكون كل حاجة انتهت واتحلت. اخر خبر معانا، منتخب اليد بيسافر لاسبانيا استعدادا للمشاركة لبطولة افريقيا. تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الاسباني تشافي باسكوال الى اسبانيا النهارده للدخول في معسكر مغلق ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية. بيستعد المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الامم الافريقية خلال فترة من 21 وحتى 31 يناير في رواندا. وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد في معسكر اسبانيا 20 لاعب. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر لكرة اليد. خلصت اخبارنا، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل اول ضيوفنا. هينورنا الاستاذ محمد الجرحي الناقد الصحفي بجريدة الميدان. بعد الفاصل خليكم معانا.